بيبدأ المسلسل بمغامر بيواجه تنين ضخم جدا وسط الجبال، وبيهجم عليه هجوم شديد فبيدمره تماما وبيدمر المكان حواليه في لحظة، وبيشوف بعدها علامة من علامات القوة الأربعة على إيده وبيفكر إنه لازم يحصل على باقي العلامات بأي طريقة عشان يوصل للقوة القصوى. وبننتقل بالأحداث لشاب وبنشوف على إيده علامات القوة الأربعة وبنعرف إن اسمه ماتياس، وبيكون مع واحد هيوصله لأكاديمية السحر الملكية في العاصمة. وبيبدأ الشخص مع ماتياس ينصحه بإنه ياخد باله لأن شرور العاصمة كتير وإنه ممكن يقابل متنمرين كتير في الأكاديمية، لكن بيكون ماتياس واثق من نفسه. وفجأة بتنور واحدة من علامات الطاقة فبيحس ماتياس إن في قوة شريرة حواليه، وبيحاول يحذر اللي معاه لكنه ما بيهتمش بكلامه، لكن بالفعل بيهجم عليهم وحش ضخم جدا وبيترعب جدا، ولكنه بيتفاجئ بماتياس قضى على الوحش في لحظة فبيتصدم. وبيوصل ماتياس على العاصمة وبيبدأ يتمشى فيها وبيستغرب قد ايه هي مختلفة عن قريته. وقصاد باب حداد بيسمع بنت متعصبة جدا وبتترجى الحداد انه يصلح لصاحبتها سيف السحر اللي اتكسر اثناء ما كانت بتحميها من وحش. وبيدخل لهم ماتياس وبيسمع الحداد وهو بيقول لها انه مستحيل حد يقدر يصلح سيف سحري، فبتتعصب البنت اكتر وبتطلب منه يلاقي اي طريقة لان امتحان الاكاديمية تاني يوم ولازم يكون معاهم السيوف. فبيعرض عليها تاخد من السيوف المصنوعين بالفعل لكنها بتكون عايزة مواصفات خاصة، فبيرد الحداد انها كده للأسف محتاجة سيف سحري وهو مش هيقدر يساعدها. فبيقطع ماتياس كلامهم وبيقول لهم انه يقدر يساعدهم، فبيفتكروا الحداد بيكذب لكن بيوري لهم ماتياس علامات القوة، لكن برضه ما بيصدقهوش. لكن بتوافق البنت على عرضه وبتطلب من الحداد يصنع السيف مقابل حجر سحري، فبيتصدم الحداد وبيحاول يحذرها انهم لو فشلوا فهي كده هتفقد الحجر، فبتجاوب انها قررت تحط كل ثقتها في الشاب الغريب. وبيقعدوا بعدها في انتظار الحداد يخلص صناعة السيف، وبتعرفوا البنت بنفسها وبيكون اسمها ألما، فبيعرفها ماتياس كمان بنفسه، وبتبدأ تحكي له ان السيف لصاحبتها، فبتوصل في نفس اللحظة وبترحب بيها ألما جدا وبتكون اسمها لوري. فبيلتفت ماتياس علشان يشوفها وبيتفاجئ قد ايه هي جميلة جدا، وبتقول لها لوري انها خايفه من الاختبار بسبب كسر السيف، لكن بتطمنها ألما ان ماتياس هيساعدهم بسحره. وبيقوم ماتياس بسرعه جدا وبيعرف نفسه وهو متوتر، فبتعجب بيه لوري وبتعرف نفسها هي كمان وهي متوتره جدا. وبيخرج لهم بعدها الحداد بعد ما صلح السيف وبيطلب ماتياس من ألما حجر سحري تاني، وبمجرد ما بيحطه في السيف بيتحول من مجرد سيف عادي لسيف سحري. وبيتصدموا كلهم انه قدر يعمل كده بالسرعه دي، وبتمسكوا لوري وبتقوله انها هتجربه، لكنهم بيتصدموا انه قسم الترابيزه نصين بمجرد ما لمسها. وبيبداوا يسالوه هو استخدم انهي نوع من السحر، فبيقول انه بس استخدم السحر العادي، فبيتفاجئوا انه شايف انه مجرد سحر عادي. وتاني يوم بيتقابلوا هما التلاتة في الأكاديمية وبتكون لوري متحمسة جدا للاختبارات. وبتبدأ الاختبارات وبتكون لوري في اختبار المبارزة وبتواجه واحد من المعلمين وبتصد هجومه القوي عليها، فبيعجب بقوتها وبيرجع علشان يهجم تاني، لكنه بيتصدم ان اصلا سيفه اتكسر بسبب سيف لوري. وبتروح لوري بعدها لماتياس وبتشكره جدا على السيف اللي بقى اقوى من بعد ما صلحه لها. وبيجي دور ماتياس وبيتفاجئ ان اللي بيواجهه مش مجرد معلم ولكنه كبير الفرسان، وبيوضح له الفارس ان هو اللي هيواجهه لانهم يعرفوا والده كاستور ومدى قوته وعايزين يكتشفوا قوة ابنه بتوصل لاي مدى. وبيرفع الفارس سيفه فبيهجم ماتياس عليه بسرعة جدا وبتدور ما بينهم معركة شديدة، وبيقدر ماتياس يجرد كبير الفرسان من سيفه وبيتصدموا كل اللي بيشوفوهم، وبيكون لوري وألما فخورين بماتياس جدا. وبينتقلوا للاختبار التاني وبيكون الرماية، وبتبدأ لوري وبتقول تعويذة معينة فبتظهر علامة قوتها وبتوجه هجمة شديدة جدا على الهدف قصادها، وبتكون ألما فخورة بيها جدا، لكن بيستغرب ماتياس استخدامها للتعويذة الشفهية، وبتقدر لوري بعدد لحظات بسيطة تدمر كل الأهداف بتعويذها. وبيجي دور ماتياس وبيقول له المعلم إنه طبيعي لو ما قدرش يصيب كل الأهداف وإنه لوري كانت استثناء، فما بيجاوبش ماتياس وبيطلب منه بهدوء إنه يبعد من جنبه شوية. وبيتصدموا كلهم بظهور دائرته السحرية من غير أي تعويذ شفهية، وبهجمة واحدة بس بيدمر كل الأهداف وبيتسبب في حدوث فجوة ضخمة في الأرض، فبيتصدم هو وكل اللي موجودين. وتاني يوم بنشوف إنه اتقبل في الأكاديمية وبيجهز لأول يوم، وبيقابل في طريقه لوري وألما وبيتوتر هو ولوري، فبتلاحظ ألما إعجابهم الشديد لبعض، وبيتجهوا كلهم لفناء الأكاديمية وبيبدأ المدير يعرفهم بنفسه وبيفتخر بأنه مدير للأكاديمية، وبنعرف إن اسمه إدوارد. وبيخلص المدير كلامه وقبل ما يمشي بينده على اسم ماتياس وبيطلب إنه يروح لمكتبه، فبيترعب ماتياس. وقدام مكتب المدير بيقف ماتياس قلقان وبيفكر انه اكيد هيعاقبه على تدمير ارض الاختبار، وفجأة بيتصدم بصوت المدير جاي من وراه وبيقول له يدخل للمكتب حالا.
وجوه المكتب بيلاقي المعلمين كلهم مجتمعين وبيكون مش قادر يسيطر على قلقه. وبيبدأ المدير يكلمه بحدة وبيقول له انه عرف بهزيمته لزعيم الفرسان، وكمان بانه دمر كل الاهداف بهجمة واحدة من غير تعويذة شفهية. وبيكمل وبيقول له انه حقيقي مبهور من قوته، وبيتفاجئ ماتياس انه بيطلب منه المساعدة. فبيستغرب ماتياس جدا وبيوضح له المدير انه عاوز يعيد استخدام التعويذ الغير شفهية تاني ويدرسها للطلاب في الأكاديمية. وبيقول له انه هو الوحيد في المملكة كلها اللي عنده القدرة دي، وعشان كده هيحتاج مساعدة في تدريب المعلمين. وبيكمل وبيقول له ان للاسف القرار مش ليه لوحده، وان الاكاديميه تابعه للاكاديميه الملكيه الاولى وهي اللي حاطه القوانين. وبيديله واحد من المعلمين كتاب القوانين، فبيلاقيه ماتياس كله عن التعويذ الشفهيه بس. وبيقول له المدير انهم مش بيعترفوا بالتعويذ الغير شفهيه، ولكن هم لو قدروا يتواجهوا مع طلاب من الاكاديميه الاولى وقدر ماتياس يهزمهم بقوه التعويذ الغير شفهيه، وقتها ممكن الاكاديميه الاولى تقتنع بقوه التعويذ. فبيوافق ماتياس وبيقول له المدير انه هيعتمد عليه. وبنشوف ماتياس بعدها مع المعلمين والطلاب، وبيبدأوا المعلمين يطلبوا منه يوريهم تعويذ الغير شفهية. فبيتحرك ماتياس بكل هدوء وبيدمر الأهداف، فبينبهروا بيه. وبيتحرك بعدها واحد من المعلمين وبيستخدم نفس أسلوب ماتياس وبينجح بالفعل. وبيقول لهم بعدها ان ماتياس هو اللي علمه وان كلهم هيقدروا يتعلموا التعويذ الغير شفهية. وبالفعل بيبدأ كل الطلاب يحاولوا وبتنجح ألما في محاولاتها، لكن بتحاول لوري وما بتنجحش في الأول، فبيساعدها ماتياس فبتقدر تنجح وبتفرح جدا. وبيجي يوم المواجهة مع الأكاديمية الأولى، وبيكون ماتياس مع لوري وألما وبيحاولوا يشجعوه. وبتتمنى لوري إن ما يبقاش في أي طلاب سحريين لأن قوتهم بتبقى شديدة جدا، ولكن بتنور علامات الطاقة على ايد ماتياس، فبيقول لها انهم بالفعل موجودين وقوتهم اضعاف قوته بكتير، فبيتصدموا ألما ولوري جدا. وبيخرج بعدها ماتياس لارض المواجهة وبيكونوا اخصامه 3 وبيستقلوا بقوته جدا، وبيقولوا انه كده كده هيتهزم. وفي المدرجات بيكونوا مدير الأكاديمية الأولى ومساعده وبيتكلموا مع بعض بكل تكبر إنهم فعلا واثقين من الفوز. وبيفضل واحد من الأخصام يتكلم بكل غرور، وبيتعصب ماتياس لأنه بيشوف حواليه هالة شريرة جدا، وبيعرف إنه من الشياطين ومستخدم تعويذ التنكر عشان يظهر كإنسان. وبتبدأ المعركة وبيهجموا على ماتياس 2 وهم بيقولوا تعويذهم، لكن بيدمرهم ماتياس بتعويذته الصامتة في لحظة وبنشوفهم وقعوا على الأرض. وبيهجم عليه التالت وبيلاحظ ماتياس انه قال التعويذة بعد ما استحضر السحر بالفعل، فبتتأكد شكوكه انه شيطان. وبيلاحظوا كل اللي موجودين نفس الموضوع وبيتصدموا، فبيهجم عليه ماتياس بكل سرعته، والمرة دي بيتحرك من غير حتى تعويذة. فبيضحك ماتياس وبيقول له ان سره خلاص اتكشف. وبتدور ما بينهم مبارزة شديدة جدا وبيسيبوا ماتياس، فبتبدأ هيئته الشيطانية تظهر، فبيتصدم كل اللي موجودين. وبيخاف المدير ادوارد على الطلاب وبيأمر بإخلاء المكان فورا. وبيتعصب الشيطان جدا وبيوجه هجمة جديدة تجاه ماتياس لكنه بيصدها، فبيحاول يهرب بعدها، لكن بيستحضر ماتياس سحر وبيهجم عليه بسيف وبيدمره تماما بهجمتين بس، لكنه بيكسر سيفه. وبيكون ادوارد وكل المعلمين مصدومين انه مجرد طالب قدر يهزم شيطان في لحظات لوحده. وبيفكر ماتياس في استغراب الناس وما بيكونش مدرك انه فعلا قوي جدا بالنسبة لهم. وبنتفاجئ بيه بيقول ان اكيد قوته دي بسبب كونه مغامر عظيم في حياته السابقة. وبنكتشف ان هو المغامر اللي دمر التنين في بداية المسلسل، وان هو استعمل سحره في اعادة بعث نفسه لعالم جديد بعد آلاف السنين. وفي أرض المعركة بنلاقيه لسه واقف ومستغرب تجمع الناس حوالين الشيطان، وبيجروا عليه ألما ولوري وبيهنوه على فوزه الساحق. وبنشوف ماتياس مع المدير ادوارد بعدها في القصر الامبراطوري، وبيستغرب ماتياس من حضورهم، فبيقول له ادوارد ان مفيش انسان على مر العصور قدر انه يهزم شيطان لوحده. فبيستغرب اكتر لانه كان شايفها حاجة عادية جدا. وبيدخلوا للامبراطور وبيثني على قوة ماتياس اللي سمع عنها، وبيعرض عليه اي حاجة هو محتاجها. فبيفكر ماتياس للحظة وبيطلب بعدها مدخرات الدياميس. وبيفكر ماتياس انها كانت اعظم مدخرات الممالك في عصره القديم بسبب احتوائها على قوة عظيمة، وهو ده اصلا غرضه. فبيوافق الامبراطور فورا، فبيفهم ماتياس انهم ما يعرفوش حتى اهميتها. وبيعرض بعدها الامبراطور على ماتياس الاحداث الغريبة اللي بتحصل في القصر، وان 4 من كبار السحرة اختفوا فجأة في ظروف غامضة، وان الشياطين بدأت تظهر وسط الناس على غير المعتاد. فبيفكر ماتياس في رغبة الشيطان في السيطرة على عالم البشر، فبيقول للإمبراطور إن بالفعل الشياطين ممكن تخطط لهجوم منظم على الإمبراطورية، لكن ده على الأقل هياخد منهم 3 شهور.
فبيتصدموا جدا لان جيش الصحراء مش هيقدر يجهز في المدة القليلة دي، لكن بيطمنهم ماتياس انه هيبقى مناسب جدا لو قدروا يعملوا حاجز سحري ضخم حوالين الامبراطورية، وان في اداة اثرية معينة تقدر تحقق الحاجز ده. وبيطلب منه كمان تطبيق تعويذ الصمت في الأكاديمية لأنها هتكون أقوى في التصدي للشياطين. فبيوافق الإمبراطور من غير أي نقاش وبيعينه قائد للمعركة ضد الشياطين. وبينتقل ماتياس بعدها لمخزن الأسلحة السحرية وبيقول له واحد من الحراس إنه متاح له ياخد أي حاجة هو محتاجها. وبيشوف ماتياس سيف، فبيقول له الحارس إنهم لقوه في الأطلال القديمة ولكن محدش قدر إنه يستخدمه نهائيا. وبيفكر ماتياس إنه كان معاه سيف زيه في حياته السابقة، وبيقرب ماتياس منه فبيتفاعل السيف مع علامات القوة، فبيتأكد إنه فعلا السيف بتاعه. وبيشوف قلادة وبيكون صنعها برضه في حياته السابقة من سحر معين. وبينتقل بعدها لساحة التدريب وبيكون مبسوط من التطور اللي وصلوا له الطلاب. وبيوصلوا عنده ألما ولوري وبيكونوا عرفوا بالحاجز اللي هيصنعه وبيسألوه لو كان حقيقي. فبيأكد ماتياس المعلومة وبيقول لهم إنه كان هيروح للدياميس عشان يوصل للأحجار المقدسة. وفجأة بيعرض عليهم لو إنهم يحبوا ينضموا له ويكونوا فريق واحد. فبيتوتروا البنات في الأول وبيخافوا يكونوا عقبة في طريقه لأن قوتهم لسه في بدايتها. وبتقول له ألما إنها بالكاد تقدر تستخدم السهام، فبيطمنها ماتياس وبياخد سهم وقوس وبيقدر يربط السهم بسحره وبيصوب بيه فبيتحول لسهم مدمر. فبتتفاجئ ألما بقوته لكنها بتقول له إنها مستحيل تقدر تسيطر على السهم بنفس البراعة. فبيشجعها ماتياس وبيقول لها إن علامة قوتها هي دليل على مهارة الرماية. فبتتبسط جدا وبتوافق إنها تنضم له، وبتوافق بعدها لوري كمان. وبينتقلوا كلهم للدايماس تحت الأكاديمية وبيدخلوا بعدها، وبيسيبهم ماتياس للحظة وبيرجع لهم بوحش صغير عشان يتمرنوا عليه. وبيطلب من ألما تصوب عليه فبتكون مترددة، لكنه بيقول لها إنها تصوب كالمعتاد لكن تحاول تسيطر على السم بسحرها، وبالفعل بتقدر وبتصيب الوحش. وبيخليها تحاول تاني ولكن المرة دي تحاول تتحكم في السهم بسحرها، وبتطلق السهم ولكنه بيغير اتجاهه أول ما بيظهر وحش وبيصيبه وبتنجح بالفعل. فبتتحمس ألما وبتسيبهم وبتقول إنها هتحاول توصل لوحوش أكتر عشان تتدرب أكتر. وبيروحوا بعدها ماتياس ولوري عند جدار وبيدمروا ماتياس وبيقول لها إنهم هيحتاجوا مادة الدايماس الخام منه. فبتنبهر لوري لأنه حطم جدار الدايماس وهو غير قابل للكسر. فبيستغرب ماتياس من قلة المعرفة عند البشر في العصر ده، وبيقول لها بعدها إنه مليان بالمواد الخام الثمينة جدا وبيشرح لها المراحل اللي هيمر بيها عشان يستخرجوا منه المعادن. وبالفعل بتنفذ لوري كل المراحل وبتنجح في استخراج جزء منها. وعند ألما بتكون اتمكنت أكتر من استخدام السهم وبتقدر تسيب أكتر من وحش في نفس اللحظة. وبترجع لهم ألما وبتتفاجئ بلوري وهي بتدمر جدار بسيفها وبتبقى فخورة بيها جدا. وبيقول لهم ماتياس بعدها إنه مستواهم اتقدم جدا وعشان كده هيروحوا للدور العاشر في الدايماس، فبيتصدموا قوي. وبيوصلوا للدور العاشر وبيقابلوا وحوش صغيرة وبتقدر ألما بكل مهارة تدمرهم كلهم في لحظة واحدة بس. وبيستمروا في استكشاف المكان ومواجهة الوحوش، وبنشوف لوري بقت بتتحكم في المعادن وبتحولها لأسلحة في لحظة بمهارة. وبيكون ماتياس فخور بيهم جدا لكن فجأة بيخرج عليهم ذئب مفترس وبيهجم عليهم، وبيسيبهم ماتياس هم يتصرفوا معاه لكنه بيكون قلقان عليهم جدا. ولكن بيساعدوا ألما ولوري بعض وبيقدروا يهزموه في لحظات قليلة قوي. وبيهنيهم ماتياس بعدها وبيقول لهم إنهم لازم يرتاحوا. وبيستخدم حجر سحري وبيدمجه بقوته وبيقدر يصنع خيمة سحرية ضخمة. وبيسيب ألما ولوري يرتاحوا وبيروح هو عشان يحاول يوصل لخام الأدمنتيت اللي هيساعده في صناعة الحاجز. ولكن بيترعبوا عليه البنات جدا لأن الخام ده مش موجود غير في أعمق طوابق الدايماس وده طابق خطر جدا. لكنه بينزل برضه وبنشوفه وصل للخام اللي محتاجه، لكن فجأة بيحس بوجود وحش قوي وبيعرف انه بالتأكيد وحش الطوابق. فبيقرر ماتياس ان هو اللي يهجم الاول وبالفعل بينزل لحفرة وبيدمر كل الوحوش اللي بيقابلها في لحظة، وده عشان يوصل للوحش الحقيقي. وبالفعل بيظهر وحش ضخم جدا وبيعرفه ماتياس وبيكون تعبان الارك، وبيبقى ماتياس عارف مدى قوته وخطورته لكنه برضه بيواجهه. وبيهجم عليه التعبان بقوة وبيكون خلاص هياكل ماتياس، لكنه بيستخدم سحره وبيعمل انفجار وبيقدر يبعد عنه. وبيستخدم ماتياس حجر سحري وبيمتص سيفه كل قوته وبيهجم على التعبان هجمة قوية جدا بيدمره تماما. وتاني يوم بنشوفهم خرجوا من الدايماس وراحوا لمركز المغامرين،
وبتقابلهم الموظفة بتسألهم تساعدهم ازاي، فبيقولوا لها انهم جايين يبيعوا للمركز حاجات جابوها من الدايماس. فبتتفاجئ الموظفة انه مجرد طلاب قدروا يدخلوا للدايماس، فبيسألها ماتياس ممكن يدفعوا كمان مقابل وحش ضخم. وبيظهر ماتياس راس التعبان الضخم اللي قتله، فبتترعب الموظفة تماما. وبنشوفهم بعدها وهي بتحاول تقيم سعره، وبيقول لها انه كمان عايز يبيع حجر سحري. وبيخرج ماتياس حجر ضخم جدا، فبيتصدموا كلهم، وبيقول لهم انه وصل له بعد ما هزم التعبان. وبيمشوا بعدها وهم معاهم الفلوس، وبيقول لهم ماتياس انهم هيقسموها عليهم. وفجأة ماتياس بيحس بوجود شياطين، وبالفعل بيشوفوها متوجهة للأكاديمية. وبيقول لهم ماتياس انهم شيطانين، واحد قوي جدا والتاني ضعيف، وبيعرفهم ان هو هيواجه القوي وان هما الاتنين لازم يواجهوا الضعيف. فبيترعبوا البنات من فكرة مواجهة شيطان، لكن بيطمنهم ماتياس انهم يقدروا يواجهوه بسهولة جدا، فبيتشجعوا. وعند الشياطين بيكونوا بيفكروا هيهجموا على الأكاديمية ازاي، ولكن فجأة بيوصل لهم ماتياس بسرعة شديدة جدا، وبيفهم انهم جايين ينتقموا لصاحبهم اللي هزموا من الأكاديمية الأولى وكان اسمه ديفلس. وبيعرفوا ان هو اللي هزمه، فبيبدأ واحد منهم يهجم عليه، لكن بيقدر ماتياس يصد هجومه ويعكسه عليه بكل مهارة. وبتوجه ألما سهامها على الشيطان التاني وبيضعفوا من قوته، وبيروح لهم علشان يواجههم، لكنهم بيهربوا وبيحصلهم. وبتدور مواجهة جديدة جدا بين ماتياس والشيطان اللي معاه، وبيقدر يصد كل هجمات الشيطان العنيفة جدا بمهارة جديدة. وبيستغرب الشيطان من قوته، ما بيكونش مصدق انه مجرد بشر عادي. وبتستمر المعركة، وبيقدر ماتياس يوجه ضربة قاضية، فبيضعف من قوة الشيطان تماما، وبيوقعه على الأرض وما بيقدرش انه يتحرك. وعند ألما ولوري بيكون الشيطان التاني بيحاول يوصل لهم، لكن بيروح لهم ماتياس، فبيتصدم انه قدر يتغلب على صاحبه القوي جدا. وبيحاول الشيطان يهرب بسرعة، لكن بتوجه ألما سهم بيقطع جناحه، وبيوجه له ماتياس ضربة شديدة جدا بيقضي عليه. وبيكونوا الناس كلها مصدومين من اللي حصل، ومش مصدقين انهم مجرد طلاب من الأكاديمية. وبنشوفهم بعدها مع المدير إدوارد عند الإمبراطور، وبيهنيهم على انتصارهم، وبيسألهم لو يحبوا مكافأة معينة. فبيطلب ماتياس انه يوصل لدايميس اكتر، وبيطلبوا ألما ولوري الفلوس، فبيوافق الامبراطور على كل طلباتهم. لكن فجأة بيقوم ماتياس وبيكلم حد وبيطلب منه يظهر لانه حاسس بوجود طاقته الشريرة. فبيستغربوا كلهم، ولكن بيوجه ماتياس هجمة الركن من أركان الأوضة، فبيصيب واجهة مراقبة سحرية وبيتألم صاحبها. وبيعرف ماتياس انهم كانوا متراقبين من شيطان. وبيتصدموا ادوارد والامبراطور لما بيسمعوا الصوت، لانه بيكون صوت قائد نقابة السحر السابق إرهارد اللي اتحول لشيطان. وبيتصدموا اكتر لما بيعرفوا ان طول الوقت ده الشياطين كانوا بيسمعوا خططهم. وبيقول ماتياس احداثيات موقع معين، وبيسألوا ايه اللي موجود هناك، لانها اتفعلت مع تدميره لمواجهة المراقبة السحرية. فبيجاوبوا الملك انها قرية اتدمرت على ايد الشياطين، فبيأكد له ماتياس ان ده معناه انهم مستخبين فيها من وقتها. وبيقول لهم انهم لازم يتحركوا لهناك في اسرع وقت. فبتجاوب ألما ان القرية بعيدة جدا وممكن تاخد شهور عشان يوصلوا. فبيقول لها ماتياس انه عنده طريقة. وبنشوفهم بعدها رايحين لمكان وسط الجبال، وسابوا المدير ادوارد وباقي الطلاب يجمعوا الخامات اللي محتاجينها من الدايماس. وبيوصلوا عند تنين ضخم جدا نايم وسط الجبال، وبيقول لهم ماتياس انه هيكون طريقة سفرهم. فبيترعبوا البنات جدا، لكنه بيطلب منهم يستنوه، وبيروح هو للتنين. وبيقرب ماتياس، فبيحس بالتنين وبيقوم وبيأمره يبعد، لكن بيقرب ماتياس اكتر، فبيحضر التنين تعويذة ضخمة جدا وبيكون هيوجهها عليه، لكنه بيلغي ماتياس تأثير التعويذة في لحظة. فبيتصدم التنين، وبيتصدم اكتر لما بيكلموا ماتياس بلغة التنانين. فبيسألوا التنين لو انه يعرف بالصدفة راجل اسمه جاياس مات من آلاف السنين، وقالوا انه هيتم بعثه من تاني. فبيقول له ماتياس انه بالفعل هو. فبيتصدم التنين وبيكون اسمه ايريس، وبيتوتر جدا وبيترجى ماتياس انه ما يأذيهوش. فبيهديه ماتياس وبيقول له انه مش هيأذيه، وانه بس عايزه يوصله لمكان بعيد. فبيقول له انه كان هيحب يساعده لكنه مش هيقدر، وبيوري له جناحاته بتكون مصابة جدا. وبيعرف انه بعد ما مات عشان يعيد بعثه انفجر مفاعل ساحري فأدى لانفجار العالم كله، ورجعت البشرية كلها للعصر الحجري، ومن وقتها وهو مصاب وما بيقدرش انه يطير. فبيستخدم ماتياس سحر وبيعالج جناحاته، فبيشكره ايريس جدا. وبيطلب منه ماتياس انه يتكلم مع اصحابه بلغة البشر، وبيقول له انه جاياس هو سر بينهم، وقدام الناس اسمه الحقيقي ماتياس. وبيطلب ماتياس من لوري وألما انهم يروحوا لهم، فبيخافوا. فبيكلمهم ايريس، فبيترعبوا تماما، لكن بنشوفهم بعدها على ظهر ايريس وبيبداوا رحلتهم. لكن بيوقف ماتياس ايريس وبيقول لها تمشي بالسرعة اللي يستحملها البشر.
فبتجاوبه انها مش هتستخدم سرعتها اللي كانت بتستخدمها مع جياس، ولكنها هتستخدم سرعة صديقه رويتر. فبيتصدموا البنات لان دي اسامي سحر عظام، وهم غياس ساحر السحر ورويتر ساحر السيوف، وبيستنتجوا ان ده بالتأكيد تنين الظلام ايريس. وفي قرية الشياطين بنشوف شيطان في مركز مراقبة، وقبل حتى ما يلاحظ بيهجم عليه ماتياس بسيفه وبيقسمه نصين، وبيقف ماتياس قدام مبنى وبيحس بوجود اتنين جواه، واحد منهم إرهارد، ولكنه بيكون قلقان من قوة التاني لأنه حاسسها أعلى من قوة آخر شيطان هزمه. وبيجي من وراء ايريس والبنات وبيخبط ايريس في المبنى، بيدمر له الجدار، وبيدخلوا للمبنى وبيستخدم ماتياس تعويذة التخاطر بحيث محدش يسمع خططهم، وبيوصلوا لواحدة من الغرف وبيحس ماتياس بوجود شيطان متخفي لكنهم بيقدروا يحددوا مكانه، وبتصوب ألما سهمها تجاهه، فبيتصدم الشيطان انهم قدروا يكتشفوا مكانه بيكون هو إرهارد، وبيقول لماتياس انه اكيد ماتياس مزيف لان الحقيقي كان في العاصمة ومستحيل يوصل بالسرعة دي. وبيستخدم ماتياس تعويذة التخاطر وبيطلب من ألما توجه عليه سهامها، وبيبدأ هو يبارزه بالسيف، وبيكون إرهارد مستقل قوتهم جدا ومتجاهل كل الأسهم اللي بتسيبه من ألما، لكن فجأة بتبدأ قوته تضعف، وبيلاحظ إن لوري متحكمة في الأسهم وبتمتص منه سحره، فبيتعصب جدا إنه هينهزم قدامهم، فبيستجمع كل قوته وبيتحول لشيطان ضخم جدا وبيتصدموا. فبيقول لهم ماتياس إنه استخدم آخر جزء من سحره للمواجهة وهيموت بعدها، ولكن في المقابل بتزيد من قوته السحرية بشكل مبالغ فيه. وبيهجم إرهارد عليهم لكنهم بيتفادوا، وبتوجه عليه ألما سهم مسمم وبيموت إرهارد أخيرا. وبيطلب ماتياس من ألما ولوري إنهم يفضلوا مع ايريس وهو هيواجه الشيطان التاني لوحده، وبيستخدم ماتياس أحجار الطاقة اللي معاه علشان يجبر الشيطان على الظهور، وبالفعل بينجح. فبيهجم عليه الشيطان بسرعة عالية جدا لكن بيصده ماتياس، وبتدور ما بينهم معركة شديدة جدا، لكن فجأة بيقطع الشيطان ايد ماتياس بالسيف، وبيكون الشيطان هيقضي عليه لكنه بيتصدم بالتحام دراع ماتياس فيه من تاني، وبيبدأ يهجم عليه بشكل جنوني، لكن بيتحرك ماتياس تجاهه بكل هدوء وثقة وبيقدر يصيبه بسيفه بقوة. فبيتحول الشيطان لوحش شيطاني ضخم جدا، لكنه بيتصدم بقدرة ماتياس على إبطال تحوله في لحظة، فبيتعصب جدا وبيستخدم تعويذته الضبابية وبيختفي تماما، وهو واثق ان ماتياس مش هيشوفه، لكن بيقدر ماتياس يبطل مفعول التعويذة ومش بيبقى الشيطان مستوعب مدى قوته، وبيوجه ماتياس عليه تعويذة جديدة جدا فبتدمره تماما وبيسبب انفجار كبير جدا. وبيروحوا لوري وألما بسرعة يطمنوا عليه، وبيلاقوا انه بخير، وبيشوفوا جنبه حجر ضخم جدا فبيسألوا عنه، وبيجاوبهم انه وريد عمود التنين، وانه عمود بيتم استخدامه لاستحضار الوحوش، وواضح انه كان غرض الشياطين. وبيرجعوا بعدها للعاصمة، وبيسأل ايريس هو هيعمل ايه بعد ما يوصلهم، فبيطلب منه ماتياس انه يستخدم تعويذة التنكر في بشري ويفضل معاهم كأنه زميلهم في الأكاديمية، وبالفعل بيعمل كده، وبيتفاجئوا البنات ان في الحقيقة ايريس كانت بنت. وفي مكتب المدير ادوارد بيديله قرون ايرهارد كدليل على تدميره، فبيسألوا المدير يقدر انه يكافئه ازاي، لكن بيطلب منه ماتياس انه بس في المقابل يقبلوا ايريس كطالبة في الأكاديمية، فبيوافق المدير لكنه بيصمم انها لازم تنجح في اختبارات القبول في الاول. وبيجي وقت الاختبار وبتفشل ايريس تماما في الاختبار المقالي، وما بتكونش مدركة اصلا لفكرة الكتابة، وبتواجه بعدها قائد الفرسان في المبارزة، ولكنها ما بتقدرش تتحكم في السيف وبيقع منها، فبيهجم عليها القائد بسرعة لكنه بيتصدم بيها صدة سيفه بايديها من غير حتى ما تتصاب، وبترفعه بعدها وبترميه كأنه مجرد دمية. فبيحاول ماتياس يعمل عليه تعويذة حماية، وبتخبطه ايريس في واحد من ابراج الأكاديمية، وبيكون المدير مصدوم من قوتها. وبيجي اختبار الرماية، وبتحاول ايريس اكتر من مرة لكنها في كل مرة بتعمل انفجار اضخم من اللي قبله، لحد ما بتقرر تستخدم الطريقة اللي علمها لها ماتياس زمان، فبيقلق ماتياس منها وبيعمل حاجز حماية حواليه، وبتوجه ايريس ضربتها فبتدمر المكان كله تدمير رهيب، وبيترعبوا كلهم، وبيقرر المدير انه يقول لها انها نجحت بس عشان ما تدمرش اي حاجة تاني. وبعدها بينتقل ماتياس مع المدير للدايماس، وبيقول له المدير انهم محتاجين طلاب بكفاءة سحرية اكتر عشان يقدروا يستخرجوا الخامات من الطوابق الاكثر خطورة. وبيكمل وبيقول له انهم للاسف مش موجودين غير في الأكاديمية الاولى، فبيقول له ماتياس انه هيطلب من الامبراطور بالتدخل. وتاني يوم بنشوف قائد الأكاديمية الأولى في مكتب إدوارد، ومتعصب جدا منه ورافض يساعدهم تماما، وشايف ان هو بس ليه الحق يؤمر ويحط الخطط. فبيعرض عليه ماتياس ان الأكاديميتين يدخلوا منافسة تانية، واللي يفوز فيها هو اللي هيقرر مصير اللي هيحصل.
فبيوافق مدير الأكاديمية الأولى، لكنه بيشترط إن ولا ماتياس ولا حد من فريقه يدخل للمنافسة. فبيوافق ماتياس بكل ثقة. وبيجي يوم المنافسة وبيظهر مدير الأكاديمية الأولى بأعداد كبيرة جدا من أمهر طلابه وهو واثق جدا من الفوز، ولكن بيظهر من الأكاديمية التانية بس 5 من الطلاب. وبيبدأوا طلاب الأكاديمية الأولى يلقوا تعويذتهم، لكنه بيواجههم طلاب الأكاديمية التانية بتعويذة صامتة من غير حتى ما يتحركوا، وبيدمروهم كلهم في لحظات. وبيكون مديرهم مصدوم وبيعترض مديرهم بشدة، وبيتهم الأكاديمية التانية بالغش، لكن ما بيبقاش إدوارد وماتياس عارفين يثبتوا له إزاي. فبيطلب منهم إن البنت دي تواجه بدون أي تجهيز، ولسوء حظه بيكون بيشاور على ايريس، فبيديها هو السيف، فبيتصدم بيها تانة السيف وهي بس بتسحبه، فبيترعب منها وبيتعصب اكتر. وبيحاول ادوارد يفهمه ان الطلاب فازوا بفضل قوة التعويذة الصامتة، لكنه بينكر قوتها وبيقول له هو متعصب ان حتى لو الامبراطور وافق عليها فهو مش هيوافق. ولسوء حظه بيكون سامعه الامبراطور وبيشوفه، فبيترعب منه جدا، وبيأمر الامبراطور بالقبض عليه بتهمة الخيانة وعصيان الاوامر، وبيكون المدير هينهار. وبيلتفت الامبراطور لطلاب الاكاديمية الاولى وبيأمرهم بالتعاون مع الاكاديمية التانية، وبيوافقوا كلهم فورا. وبنشوف بعدها ماتياس ومعاه ألما ولوري وايريس في الدايماس، وبيقول لهم انه مهمتهم هي الوصول لاحجار سحريه، ولكنها ما بتكونش غير في الوحوش، وكل ما زاد حجم الوحش وقوته وكل ما زاد الحجر. وبيقعد ماتياس وبيتفرج على ألما ولوري وهم بيواجهوا وحوش شرسه جدا بكل مهاره، وبيكون فخور بيهم. لكن بتكون ايريس هي اللي لسه مش عارفه تتحكم في قوتها. وبيوصلوا بعدها لحجر كبير شوية، وبيقرر ماتياس انهم هيستخدموه في استدعاء وحش كبير عشان يهزموه وياخدوا الحجر بتاعه. وبيطلب من لوري تعمل دايرة سحرية كبيرة حواليه وبتنجح، وبعدها بيطلب من ايريس تمد الحجر بسحرها ببطء شديد جدا، لكنهم بيتصدموا ان البطء بتاعها عنيف جدا، وبيتفاجئوا انهم بقوتها استدعوا تنين ضخم جدا. وبيقول ماتياس لايريس تهجم عليه، لكنه بيصدها بعنف، فبيقول لها انها تكلمه بلغة التنانين وتستفزه، وبتعمل كده بالفعل وبيبدأ يواجهها. وبيبدأ لوري وألما يوجهوا عليه أسهم، وبيحاول ماتياس يحوطه بمجموعة من الأحجار السحرية، وبيستمروا في الهجوم عليه وتشتيته لحد ما بيخلص ماتياس. وبيطلب بعدها من ايريس تستفزه تاني وتهرب من قدامه فورا، فبيطلق تجاهها هجمة نارية ضخمة جدا، وبيكون ده غرض ماتياس عشان يستخدم عليه السحر العكسي ويحول هجمته ضده. وبالفعل ده اللي بيحصل، وبيدمره تماما وبيسبب انفجار ضخم جدا. وبيشوفوا لوري وألما بعدها ماتياس، وبتروح لهم ايريس بالحجر من التنين، وبيكون ضخم جدا زي ما كانوا متخيلين. وبنشوفهم بعدها في ساحة التدريب، وبيكسر ماتياس الأرض تماما عشان تكون أصعب في التدريب. وبيبدأوا تدريبهم، وبيساعد ماتياس لوري على صناعة أسلحة أقوى من المعتاد، وبالفعل بتنجح. وبيجرب كل واحد فيهم سلاح بيحقق كل واحد فيهم دمار أشد من اللي قبله. وتاني يوم بنشوفهم في الدايماس بيستخرجوا المعادن، وبيبلغوا ألما ولوري ماتياس ان في ظهور شيطاني قريب من الأكاديمية. فبيقول لهم ماتياس انهم هيروحوا لوحدهم لانه مشغول، فبيتوتروا جدا لكنهم بيروحوا. وبتروح معاهم زميلتهم عشان توريهم الطريق، فبيشوفوا بوابة كبيرة وبيدخل منها شيطان، فبتواجهوا ألما في لحظة وبتصيبه بسهمها وبيموت. وبيدخل واحد تاني فبتصيبه ألما لكنه بيكون لسه عايش، فبتهجم عليه لوري بسيفها بتقتله وبتتقفل البوابة. وبيكونوا البنتين مش مصدقين نفسهم انهم قضوا على شيطانين لوحدهم من غير وجود ماتياس، وبتكون زميلتهم مصدومة من اللي شافته. وبيرجعوا بعدها لماتياس وبيحكوا له اللي حصل، فبيقول لهم يجهزوا لان وجود البوابة معناه ان الشياطين هيزداد عددها. وبالفعل بيسيبوه بدون تردد وبيروحوا للمدير، وبيكون معاه مواد خام كتير عشان لوري تصنعها أسلحة سحرية. وفجأة بيحصل هجوم فوق الأكاديمية مباشرة، وبيقتحم عليهم شيطان النطاق، وبيوجه عليهم هجمة شديدة جدا لكنه بيتصدم انهم قدروا يصدوها. وبيوجهوا هم عليه هجمة فمش بتوصل له أصلا، وبتدخل ألما وبتحاول توجه عليه سهمها لكنه بيمسكه بإيده وبيكسره. وبتحاول لوري تصنع لها أسهم تانية، لكنها كل ما بتستخدم حجر بيتدمر وبتتوتر جدا. لكنها بتسمع المدير وهو بيشجع زمايلها انهم هيستمروا في صد الهجوم لحد ما لوري تصنع السهم، فبتتشجع جدا وبتفكر ان حياة كل الطلاب مرتبطة بنجاحها، وبتقدر اخيرا بعد اصرار شديد تصنع السهم وبتدي الألمة. وبتوجه ألما بقوة شديدة على الشيطان فبيقدر يتفاداه، لكن بتتحكم فيه ألما وبيرجع يصيب الشيطان من ظهره، اخيرا بيهزموه. لكن بيظهر شيطان تاني وبيوجه عليهم هجوم شديد جدا انتقاما لموت صاحبه، لكنهم بيصدوه بصعوبة.
وبيتفاجئوا بعدها بأعداد كتير من الشياطين وبيكونوا هيهجموا عليهم، فبيتوتر الطلاب، لكن بترفع ألما سهمها وبتقول إنهم لازم على الأقل يشغلوهم لحد وصول ماتياس، وبتقرر لوري تساعدها. لكنهم بيتفاجئوا بماتياس وسط الشياطين وبيبدأ يهجم عليهم وبيقضي عليهم كلهم واحد ورا التاني بالسيف اللي صنعته لوري لحد ما بيدمرهم كلهم. وبيبقوا كل الطلاب منبهرين بيه وبيهنوه على مهارته جدا، وبيقول لهم إنهم خلاص على وشك إنهم ينهوا حاجز المدينة. وبينزلوا الدايماس وبيحط ماتياس الحجر السحري الأخير، فبيطلع من الأحجار اللي جمعوها ضوء ضخم جدا وبيعمل الحاجز على الإمبراطورية كلها، وبينبهروا كلهم وبيطمنوا إن أخيرا الشياطين هتختفي. لكن بيقول لهم ماتياس إن الحاجز هيجذب عدد كبير من الوحوش في البداية ولازم يواجهوهم، وبالفعل بتبدأ الوحوش تهجم عليهم، لكن بيتصدوا لها الطلاب وبيهزموها، وبتزيد ضخامة الوحوش فبيتدخل ماتياس وفريقه وبيهزموا عدد كبير منهم لحد ما بيوصل عندهم وحش مدمر ضخم جدا بيمتص كل حاجة بدوامة ضخمة حواليه، وبيقدر ماتياس يوجه عليه أحجار سحرية تضعف من قوته خلال امتصاصه للوحوش حواليه، وبالفعل بتختفي الدوامة وبيظهر الوحش وبيكون ضخم جدا، وبيبدأ ماتياس يهجم عليه لكنه بيستمر في التجدد كأنه متصابش. فبيستخدم ماتياس تعويذة معينة بحيث يزيد من الهجمات عليه، وبالفعل بيضعف من قوته جدا وبيقع على الأرض، فبيقطع ماتياس رقبته تماما. وتاني يوم بنشوفهم كلهم في مكتب المدير وبيبلغوا ماتياس برغبته في استكشاف باقي ضياميس الإمبراطورية، فبيوافق المدير وبيعرض على البنات إنهم ممكن يروحوا معاه بما إنهم فريقه لو يحبوا، فبيوافقوا كلهم فورا. وبيبدأوا بالفعل رحلتهم، وبيقول لهم ماتياس إن واجهتهم هي الدايماس في مدينة ملكيا، فبيترعبوا ألما ولوري جدا لأن ده معناه إنهم هيعدوا خلال واحدة من أخطر غابات الإمبراطورية، وبيحاولوا يحذروا ماتياس من وجود شيطان ذكي جدا فيها، فبيتصدموا إنهم في الواقع حمسوه أكتر، وبيدخلوا للغابة وبعد وقت من استكشافها مش بيوصلوا لأي وحوش، فبيقترحوا إنهم يرتاحوا ويشوفوا أي حاجة ياكلوها، فبيسيبهم ماتياس بسرعة جدا وبيقول لهم إنه هيصطاد الأكل، وبيبقوا ألما ولوري مصدومين. وبعد لحظات بيرجع ماتياس ومعاه قرد أبيض كبير وبيخمنوا إن هو ده الوحش الذكي اللي بيحذروا منه، وبعدها بيجيب لهم وحش تاني ضخم وبيقول لهم إن ده أكلهم، وما بيبقوش لوري وألما مصدقينه، لكنه لما بيصمم بيتعاملوا. وبتصنع لوري قدر ضخم من مواد خام حواليهم وبيطبخوا الوحش بالفعل، وبيكونوا لوري وألما مترددين جدا على عكس ايريس اللي بتاكل بنهم شديد، وبيشجعوا نفسهم يجربوا فبينبهروا انه طعمه حلو جدا، وبيكملوا بعدها طريقهم لحد ما بيوصلوا لملكيا، ولكنهم بيتصدموا بانها شبه المدن المهجورة ومش بيلاقوا فيها غير عدد قليل جدا من الناس، وبيشوف عمود نور وبيحسوا فيه بطاقة سحرية غريبة فبيقربوا منه، لكن بيشوفهم بياع وبيقول لهم من الافضل يبعدوا عنه. وفجأة بتخرج من العمود طاقة شديدة جدا بتعمل انفجار حواليه، فبتتعصب عليه ألما جدا وبتقول له ازاي يسيبوا حاجة خطر زي كده في وسط العامة، لكنه بيحاول يهديها وبتفهم انه مش بمزاجهم وان زعيمهم هو اللي امر بكده، لان الاحجار اللي بتنور بشكل امن ثمينة جدا بالنسبة له. وبيسأل ماتياس البياع لو ان الزعيم كمان هو السبب في قلة وجود الناس، فبيقول له ان كلامه مظبوط، وان في وحش خطير ظهر في الدايماس فاخد غالبية الناس للمواجهة حتى اللي ما عندهمش القدرة الكافية. وبينتقلوا بعدها لمركز المغامرين في المدينة عشان ياخدوا رخصة لدخول الدايماس، لكن بتتصدم الموظفة انهم عايزين يعملوا كده بارادتهم، وبتحاول تحذرهم انهم لو اخدوا الرخصة هيكونوا زي العبيد عند الزعيم وهيستمر في استغلالهم لحد الموت. فبياخد ماتياس رأي فريقه وبيوافقوا كلهم، فبيصمموا على الرخصة، وبيكون جنبهم رجال مصابين من الدايماس وبيسخروا جدا من رغبتهم لكنهم ما بيهتموش ليهم. وفجأة بتدخل المركز بنت بتستنجد بأي حد يعرف تعويذة الشفاء لأن الجرحى من الدايماس أعدادهم بتزيد، فبيتصدموا لما بيتقدم ماتياس وبيروحوا مع البنات لمكان الجرحى، فبيتصدموا بعدد كبير جدا وكلهم متصابين إصابات شديدة، فبيستخدم ماتياس سحر علشان يحدد مدى خطورة كل مصاب، وبيقول لفريقه انهم هيبداوا بالاكثر خطوره، ولكن قبل ما يبدا بيوصل الدكتور وبيتعصب من وجود اطفال وبيحاول يخرجهم، فبيتكلم مع ماتياس بحده وبيقول له يستنى، وبيبدا ماتياس يستخدم تعويذه الشفاء، وبيتصدم الدكتور ومساعديه بالجرح الغائر التئم تماما، فبيصدق الدكتور في قوه ماتياس وبيساله يساعده ازاي، فبيعرفهم ماتياس اللي المفروض يعملوه بالظبط، وبالفعل بيقدروا ينقذوا كل المصابين. وبيشكر الدكتور ماتياس بعدها جدا وبيعتذر له على سوء ظنه في البداية،
وبيسألوا ماتياس بعدها عن اللي حصل للزعيم السابق، فبيجاوبوا انه مات في سريره فجأة بدون اي مقدمات. وبنشوف ماتياس بعدها بيفكر انه غالبا اتقتل على ايد الشياطين، واحتمال كبير يكون الزعيم الحالي اصلا شيطان. وبيكتب ماتياس للمدير رسالة يوصلها للامبراطور باوضاع مدينة ملكيا. وتاني يوم بنشوفهم راحوا للدايماس وهزموا الوحش اللي صاب ناس كتير جدا، ورجعوا براسه للمركز عشان يبيعوها وياخدوا فلوسها. وبتتصدم الموظفة تماما وما بتبقاش مصدقة، وبتقول لهم انها بس هتبعت جواب باللي حصل للزعيم. وبالفعل بيشوف الزعيم الجواب، وبتبدأ فرقة ماتياس تثير اهتمامه. وبنشوفهم بعدها مع ماتياس بياكلوا في مطعم، وبيلاحظوا اتنين جنبهم متابعينهم، وبيخرجوا للشارع بعدها وبيكونوا نفس الاتنين لسه وراهم. فبيدخل ماتياس وفريقه لشارع جانبي، فبيستغرب باقي الفريق، وبيستخدم ماتياس تعويذة التخاطر، وبيفهمهم انهم متراقبين وغالبا اللي مراقبهم مساعدين الزعيم. وبيستخدم بعدها ماتياس تعويذة الإخفاء، فبيظهروا المساعدين وهم مصدومين، وبنعرف إن شك ماتياس في محله. وبيظهروا لهم بعدها فبيتفاجئوا لكنهم بيهجموا على ماتياس وبيكتفوه بسلسلة من حديد. فبيكلم ماتياس ايريس بلا مبالاة، وبيقول لها تضربهم بالراحة ومن غير أسلحة. فبيسخروا كلهم من كلامه انه شايف ان بنتها تقدر تواجه العدد ده من الرجاله، وبيهجم عليها واحد بسلاح ضخم، فبتكسره ايريس اول ما بيلمسها، وبيتصدموا كلهم. وبتهزمهم ايريس واحد ورا التاني في لحظات بسيطه، وبيخلص ماتياس نفسه بكل سهوله، وبيلقي على المساعدين تعويذه تتبع عشان يقدر يوصل لمكان الزعيم. وتاني يوم بتوصل رسالة من المدير بيبلغهم انه بعت لهم الرد مع شخص معين، وبيبلغوا بمكان بعيد عشان يتقابلوا فيه. وبنشوفهم وصلوا على المكان، وبيظهر لهم شاب اسمه ايك، وبيسلموا رسالة الامبراطور بنفسه، وبيبلغ فيها الامبراطور انهم بالفعل ما كانوش على علم بظروف ملكيا، وانه هيبعت لهم فرسان عشان يواجهوا زعيمها، وكمان بيديهم الحق انهم ممكن يقبضوا على الزعيم بنفسهم لو يحبوا. فبيقرر ماتياس مع فريقه انهم هيقبضوا عليه بنفسهم. وبنشوفهم وصلوا للقصر اللي متخفي فيه الزعيم، وبيكون معهم ايك، وبيحس ماتياس بوجود اشخاص شريرة كتير جوه القصر. وبيتردد ايك وبيقترح يستنوا وصول الفرسان، لكن بيصمم ماتياس على الهجوم. وبيدخلوا للقصر وبيواجهوا عدد كبير جدا من الحراس، وبيوجهوا عليهم سحرهم في نفس الوقت. لكن بتقدر لوري تصنع حاجز سحري، فبيصد كل الهجمات، وبهجمة واحدة بس من ماتياس بيقضي عليهم كلهم بعدها. وبيبدأوا بعدها في استكشاف القصر عشان يوصلوا للزعيم، وبالفعل بيكتشف ماتياس بسحره ممر خفي وبيدخلوا من خلاله. وعند الزعيم بنشوفه بيكلم المساعد بتاعه ان بالتأكيد الحراس قتلوهم، لكن بيدخل ماتياس في نفس اللحظة وبيقول له لا للأسف، فبيتصدم الزعيم بشدة. وبيهجم على ماتياس عدد كبير جدا من الحراس كانوا متخفين في الأوضة، لكن بيقضي عليهم في لحظة بقوته المعتادة. وبيتدخل ايك وبيقول للزعيم انه مطلوب القبض عليه، لكنه بيهددهم انه لو جراله حاجة المدينة هيحصل فيها احداث مرعبة. لكن بيقطع ماتياس كلامه وبيخليه يغمى عليه بسحره. وبيحاول بعدها يعرف ازاي مجرد بشر قدروا يعرفوا خطتهم وانهم رايحين لهم، وبيلاقي رسالة محروقة وبيحس فيها بالسحر، فبيتأكد ان في شيطان مشترك معاهم. وفجأة بيحسوا بهزة أرضية شديدة، وبيعرف ماتياس إنها من تنين ضخم في الدايماس، وإن أكيد ده كان قصد تهديد الزعيم ليهم، وبيقول لهم إنهم لازم يقضوا عليه قبل ما يستدعي الوحوش من كل العالم. وبنشوفهم في الدايماس وبتحفر ايريس في حيطة، وبيكتشفوا وراها مكان اسمه وريد التنين بيكون موجود في كل دايماس، بيحتوي على قوة سحرية هائلة، ولكنهم بيحسوا فيه بهالة شيطانية. وبيفهموا ان ده غرض الشياطين، وهو انهم يسيطروا على كل السحر اللي موجود فيه لمصلحتهم. وبيروحوا بعدها يواجهوا وحوش الدايماس، وبيسيبوا لوري تحاول تبطل مفعول الهالة الشيطانية، وبتكون متوترة جدا. وبيقضي ماتياس على كل الوحوش اللي قابلته لحد ما بيقابل واحد من الشياطين اللي عايزين يسيطروا على وريد التنين، وبيهجم عليه ماتياس بسيفه، لكنه بيتفاجئ انه صدها، وبيتفاجئ اكتر من قوة الحاجز اللي بيستخدمه. وبتدور ما بينهم معركة شديدة جدا، ومحدش فيهم بيقدر يصيب التاني. وبيلاحظ ماتياس ان الشيطان في تخاطر مع شيطان تاني، فبيستخدم تعويذة بتخليه يسمع تخاطرهم، وبيفهم انه زعيمه وبيدي اوامر في القتال. وبيقدر ماتياس يقرب من الشيطان بسرعة شديدة ويدمر الحاجز بتاعه، وبيكون هيصيبه لكنه بيتفاداه. وبيسمعوا بيتخاطر مع زعيمه انه شكله ممكن يكون تجسيد للمحارب القديم جاياس، فبيتفاجئ ماتياس انهم يعرفوه من حياته القديمه. وبيقول له الزعيم انه لو جاياس ما كانش زمانه لسه عايش، وبيأمره يستخدم قوته القصوى ويهجم عليه. وبالفعل بيتحول لشيطان ضخم جدا، وبتستمر معركتهم وبتكون اشد من الاول بكتير. ولكن بيوجه ماتياس هجوم شديد جدا، وبيهجم على الشيطان بسيفه وبيدمره تماما في لحظة. وبيتخاطر مع لوري وبيبلغها بانتصاره، وبيحس باختفاء الوحوش اللي كانت خلاص هتهجم على المدينة. وبيقول لهم ان كده مهمتهم انتهت، فاضل بس يوصلوا لزعيم الشيطان اللي هزموه. لكن فجأة بيصدموا تخاطر الشيطان الزعيم معاه، وبيفهم انه كان سامع تخاطره مع لوري،
ولكن بيجاوبوا ماتياس بتحدي وبيقول له يجهز لمواجهتهم. وبنشوفهم تاني يوم رجعوا للعاصمة وبيتصدموا بالتغيرات اللي بتحصل في الأكاديمية، وبيوصل لهم المدير وبيفهمهم إنهم عايزين الأكاديمية تبقى مبنية من مواد قوية أكتر عشان تصمد قصاد أي هجوم. وبيروحوا بعدها لمكتبه الجديد وبيحكي له ماتياس عن اللي حصل وبيبلغوا عن هدفه وهو مطاردة الشيطان الزعيم. فبيوافق المدير وبيقول له ماتياس عن المكان اللي هو شاكك في وجوده فيه ولكنه بيكون خارج الإمبراطورية كلها، فبيقترح إنه هيرجع للإمبراطور في الموضوع ويجاوبه. فبيعرض ماتياس إنهم يساعدوهم في البناء لحد ما يوصل رد الإمبراطور وبيرحب المدير جدا. وبالفعل بعدها بيوصل الرد بالموافقة وكمان بتوصية من الإمبراطور عشان يسهل دخولهم للبلد الجديدة. وبيبدأوا طريقهم وبعد فترة من السفر بيوصلوا عند منطقة محظور دخولها ومسموح بس للمغامرين من الفئة ايه هم اللي يدخلوها. فبيتصدموا البنات لكن بيقول ماتياس انهم هيحاولوا يرفعوا رتبتهم في اسرع وقت. وبيدخلوا للمدينة وبيتجهوا لمركز المغامرين وبيقابلوا مديره وبيرحب بيهم جدا وبيقول لهم ان الامبراطور شخصيا كلمه عشان يوصي عليهم. فبيشاركوا ماتياس افكاره للدخول للمنطقه المحظوره، فبيقول له انه بالفعل طلب من مختبر الحضور عشان يواجه كل واحد منهم ولو هزموه هيقدروا يوصلوا للفئه ايه. وبيوصل المختبر في نفس اللحظه لكن بيتصدم المدير وما بيكونش هو اللي متوقع وصوله. وبنعرف انه جيلواس فارس من الرتبه اس ولكنه عنيف جدا وما بيفضلش وجوده في اي اختبارات. وبيقول لهم جيلواس بخبث شديد ان زميله اتصاب فجأة واعتذر فهو اتطوع يجي مكانه. وعند ساحة المعركة بيقول جيلواس للبنات انهم وصلوا للفئة ايه من قبل حتى ما يتواجهوا، وبيشاور لماتياس ان هو اللي هيواجهه وبيقول له انه سمع عنه كتير في محاربة الشيطان وتدميرهم وعايز يشوف قوته بنفسه، فبيوافق ماتياس. وبتبدأ ما بينهم معركة شديدة جدا وبتكون قوتهم هما الاتنين عالية قوي. وبيحس ماتياس بقوته بالفعل وبيهجم عليه جيلواس اكتر من مرة وكل هجوم بيكون اشد من اللي قبله. وبيستخدم بعدها الدوائر السحرية، فبيلاحظ ماتياس انه اتعلم اسلوبه في الهجوم والدفاع، فبيهجم عليه هجمة غير متوقعة بتحدفه لبعيد بتخليه يخبط في سور الساحة ويقع وهو فاقد لكل قوته. وبيروح له ماتياس فبيستسلم جيلواس وبيتصدموا كلهم لانه عمره ما خسر في اي قتال. وبيقوم بعدها جيلواس وبيسأل ماتياس ازاي يوصل لقوته، فبيعمل ماتياس دايرة سحرية وبيخرج منها كتاب وبيديهوله وبيقول له انها تعويذ القاء هو اللي كاتبها بنفسه وانه لو قدر يفهمها مستواه يتحسن. وبالفعل بياخد جيلواس الكتاب وبيحاول يقرا بكل تمعن. وبيروح علشان يودعهم بعدها وبيحذرهم لما بيعرف انهم رايحين للمنطقة المحظورة ان فرق كتير لما دخلوها ما رجعوش. وبالرغم من كده بنشوفهم وصلوا عند بوابتها وقدموا للحراس اوراقهم واخدوا منهم تصريح للدخول وبالفعل دخلوا. ولكن بيكتشف ماتياس بعدها كلام مكتوب على التصريح لكنه مخفي، فبيظهروا بسحره وبيقروه وبيتصدموا ان الحراس كتبوا على تصريحهم ان لازم التخلص منهم. فبيقلقوا البنات جدا لكن بيقلق ماتياس لان النوع ده من الكتابة منتشر اكتر بين الشياطين، فده معناه انه ممكن المنطقة كلها يكونوا الشياطين مسيطرين عليها. وبيفهم كلام جيلواس عن عدم رجوع الفرق اللي راحت وبيلاحظوا رجال بيراقبوهم وبيعرفوا ان هم دول اللي هيحاولوا يقضوا عليهم. فبيقرر ماتياس انهم لازم ينيموهم وبيعمل من لوري وألما اوهام وبيقول للحقيقيين يحاولوا يتسحبوا لحد ما يوصلوا وراهم وبيديهم جرة فيها منوم وهم هيمثلوا المواجهة. وبالفعل بيهجموا عليهم الرجال بالأسهم لكن بيحاولوا يتفادوها، وبيكونوا ألما ولوري وصلوا عندهم من غير ما ياخدوا بالهم وبيستخدموا الدخان المنوم اللي اداهولهم ماتياس وبينام كل الرجال بالفعل. وبيروح لهم ماتياس وايريس وبيلاقوا ان حتى الدخان المنوم اثر على لوري وألما وناموا، فبيصحيهم ماتياس وبتقوم لوري مخضوضه جدا وبتتفاجئ ألما بحد رسم على وشها اثناء نومها وبنعرف انها ايريس. وبيكملوا طريقهم وبيقربوا اكتر للمنطقه المحظوره وبيكون اسمها فولكا، ولكنهم بيحسوا بوجود شياطين كتير فيها وبيكونوا اكتر من 30 شيطان فبيتصدموا. لكن بيقول لهم ماتياس انهم غالبا انصاف شياطين لان الشيطان الكامل ما بيعيش في مجموعات. وبيقرر ماتياس انهم مش هيدخلوا من البوابة وبيروحوا وسط الجبال وبيحرك ماتياس حجر وبيكون وراه ممر سري للشياطين. وفي الممر بيحس ماتياس بوجود شيطان وبالفعل بيكون واحد من حراس الشياطين بيحرس الممر، فبيستخدم ماتياس تعويذة وبيدخل للحيطة وبيخرج من ورا الشيطان من غير ما يحس وبيلقي عليه تعويذة بتخليه متحنط لدقايق، وبالفعل بيقدروا يعدوا من قدامه بكل سهولة. وبيدخلوا الفولكا ولكنهم بيتصدموا من أهلها وبيكون كأن حد مسيطر على عقولهم. فبيقرب ماتياس من واحد منهم وبيكشف بسحره وبيلقى عليه تعويذة الشلل الفكري وبيفهموا إنها ملقاة على كل الناس. وبيشوفوا طابور من أهل المنطقة واقفين قدام باب مصنع وبيلقوا عليهم تعويذة الشلل الفكري قبل ما يدخلوا.
فبيقرروا انهم لازم يكتشفوا اللي جوه المصنع، وبيحط ماتياس عليهم تعويذة تحميهم من تعويذة الشلل الفكري، وبيقول لهم يمثلوا كأنهم مش مدركين للوضع. وبالفعل بيعملوا كده، فبتقع ايريس على وشها غصب عنها، فبتثبت للحارس انها فعلا مش مدركة وبتسهل عليهم الدخول. وفي المصنع بيكتشفوا انهم بيستخرجوا المواد الخام بكميات كبيرة جدا، وبيلاحظ ماتياس نوع من الاحجار المستخرجة وبيكون خطر جدا بسبب استخدامه في صنع المتفجرات. وبيستنتج ماتياس ان اكيد المسؤول عن اللي بيحصل ده شيطان خبرته واسعة جدا، وبيفكروا بعدها انهم ما ينفعش يسيبوا اهل القرية تحت سيطرة التعويذة ولازم يخلصوهم منها. وبيقرروا مواجهة الشياطين، وبننتقل للشياطين وبيلاحظوا ضوء الساحر شديد جدا، وبيأمرهم زعيمهم يتجهوا له كلهم لحد ما يعرفوا مصدره. واول ما بيوصلوا بيقابلوا ايريس، ولكنهم بيبداوا يموتوا واحد ورا التاني، وبنشوف ماتياس وهو بيدمرهم في لحظة. وبيكون الزعيم واقف على بعد وشايف موت الشياطين، ولكنه مش عارف ايه اللي بيحصل. وبتكون دي خطة ماتياس ان بس ايريس اللي تظهر عشان يقتنعوا الشياطين ان هي بس خصمهم، وبيكون هو بينتقل عن طريق الجدار وبيخرج يقضي عليهم وبيدخل من تاني. وبيكونوا ألما ولوري مستخبيين وبيوجهوا الأحجار السحرية على الشياطين، فبيضعفوا من قوتهم وبيقضي عليهم ماتياس. وبيستمروا في هجومهم، ولسه الشياطين مش قادرين يحددوا مكان اللي بيهجم عليهم. وعند زعيمهم بيكون مستغرب ازاي ممكن يكون في حد بالمهارة دي، وفجأة بنلاقيه نزل من مكانه وبيجري بكل سرعته وبيوصل عند شيطان، وبيستنتج ان اللي تسبب في قتله اكتر من شخص، وبيجمع اللي باقي من الشياطين وبيقول لهم انهم لازم يستخدموا الاحجار المتفجرة، فبيقلقوا الشياطين جدا. وفجأة وهم واقفين بيموت واحد منهم، وبنكتشف ان اللي قتله جلواس، وبيفتكروا زعيم الشياطين هو اللي متسبب في كل اللي بيحصل وبيبدأ يواجهه. وبيوصل ماتياس عندهم وهو متخفي، وبيفرح بانضمام جلواس لمساعدتهم. وبيدي ماتياس وايريس على اخر الشياطين اللي موجودين، وبيكون جلواس لسه في قتاله مع الزعيم، وبيصمم ان هو بس اللي هيقضي عليه. وبتكون معركتهم شديدة جدا، وبيسيب كل واحد فيهم التاني جروح شديدة، وبتبدأ قوتهم تضعف. وبيلاحظ ماتياس محاربة جلواس، وبيعرف انه قرا كتابه وتمكن من تعويذ كتير منه كمان، وكان فخور بيه. لكن بيستجمع كل واحد فيهم اخر قوته، وبيهجموا على بعض هما الاتنين في نفس الوقت وبيسيبوا الشيطان، لكن بيقدر جلواس اخيرا انه يدمره. وبيقع جلواس بعدها على الارض من شدة تعبه، لكنه بيكون سعيد جدا بانتصاره. وبيروح له ماتياس وباقي الفريق يطمنوا عليه، ولكننا بنتفاجئ بالشيطان لسه ما ماتش، وبيقوم بسرعة رهيبة وبيهجم عليهم، لكن بيصدوا ماتياس بسيفه على آخر لحظة. وفجأة بيتكلم الشيطان وبيكون عارف ماتياس، وبيقول له انه قريب قوي هيدمر الختم ويرجع يواجهه. وبيتحل جسم الشيطان قدامهم في لحظة، وبيكونوا لوري وألما مش فاهمين حاجة، فبيقول لهم ماتياس ان كان في حد بيستخدم سحر قوي عشان يحرك جثته بعد ما مات. وبيستنتج ماتياس انه اكيد الشيطان الزعيم الحقيقي اللي اصلا عايز يوصله. وبيروح بعدها لجلواس وبيستخدم عليه تعويذة الشفاء، وبالفعل بيقوم بكامل صحته. وبيشوفوا اهل القرية رجعوا لطبيعتهم، وبيكلمهم جلواس وبيطمنهم ان الخطر اخيرا انتهى. وبنشوفه بيودع ماتياس وباقي فريقه، وبيقول لهم انه هيرجع لتدريبه من تاني، وبيكملوا هم مع ماتياس طريقهم لحد ما بيوصلوا عند أطلال قديمة جدا، وبيقول لهم إن عمرها أكتر من 1000 سنة، وبيفكر إن هو اللي بناها بنفسه في حياته السابقة. وبيشوفوا عند الأطلال شكل هرمي، وبيقول لهم ماتياس إنهم لازم يدخلوا جواه. وبيستخدم سحره وبيرفع الحجر الهرمي، فبيتصدموا لوري وألما إنه قدر يعرف كل ده من أول مرة يروح فيها المكان. فبيتوتر ماتياس جدا، لكنه بيغير الموضوع وبيقول لهم إنهم لازم ينطوا. وبالفعل بينط ماتياس في حفرة ضخمة تحت الحجر، وبيترددوا البنات لكنهم بيحصلوه بعدها على طول. وبيوصل ماتياس عند جهاز معين، وبيكون هو ده غرضه من السفر كله، وبيطلب من البنات يتفرقوا ويدوروا على أي أسلحة أو أحجار سحرية. وبالفعل بترجع لوري بعد لحظة بسيف ضخم، وبيكون ماتياس هو اللي صنعه لكنه كان بس للتسلية، وبيشوفه سخيف جدا. وبتوصل بعدها ألما برمح تقيل جدا، وبتقول انهم ممكن يدوا الايريس، لكنه بيفهمها انه هيفضل تقيل لو ما اتصلش بسحر طول فترة الاستخدام. وبيلتفت بعدها للجهاز وبيحط عليه جزء اخده من المصنع عشان يعرف مين اللي ورا تأسيس المصنع وزعيم الشياطين. وبعد لحظات بيظهر لهم الجهاز كل البيانات اللي محتاجينها، وبيعرفوا انه نفس الشيطان الزعيم في دايماس ملكيا. وبيقول لهم ماتياس ان ممكن تكون خطته هي تدمير الجنس البشري كله، وبيستخدم بعدها حجر سحري من دايماس ملكيا عشان يقدر يوصله. وبيتصدموا بأشعة خطيرة جدا خرجت من الجهاز أول ما حط الحجر، وبيفهم ماتياس إن الشيطان كان مختوم والختم هيتكسر.
وبيكون ماتياس مصدوم لما بيعرف هو مين، وبيقول لهم انه شيطان خطر جدا محدش هيقدر يتصداله ولا حتى هما، وبيكون اسمه زاردياس. فبيتصدموا البنات وبيخافوا جدا ان ماتياس هو اللي بيقول كده، وبيفهمهم كمان انهم حتى لو حاولوا يتصدوا له فللاسف ممكن البشريه كلها تتدمر خلال مواجهتهم معاه. وفجأة بيلاحظ ماتياس السيف اللي كان صنعه وبياخده من ايد ايريس وبيحطه على الجهاز عشان يحاول يحدد اماكن باقي اسلحته اللي صنعها في حياته السابقة، لانه قدرتها السحرية عالية جدا. وبالفعل بيشوف واحد من الاسلحة في المخزن في الامبراطورية وبيقرر انه لازم يجيبه. وبنشوفهم بعدها مع ايريس في هيئتها كتنين ومتجه بيهم للامبراطورية، وبيدي لوري وألما احجار سحرية يخلوها معاهم. وفجأة بيحسوا بإشارة سحرية عنيفة وبتخاف ايريس، وبيعرفوا ان خلاص ختم زاردياس اتدمر. وبيقول لهم ماتياس ان هو هيقابله ويحاول يعطله لحد ما هم يوصلوا للسيف اللي في الخزنة. وبالفعل بنشوف لوري وألما نازلين فوق الأكاديمية وبيساعدهم الحجر على الوصول للأرض بأمان، وبيجروا بعدها عشان يوصلوا للسيف. وعند ماتياس بنلاقيه واقف هو وايريس منتظرين ظهور زاردياس، وبيجهز سيف عشان يحاول يختمه اول ما يخرج. وبالفعل بيبدأ زاردياس يخرج من السماء، فبيهجم ماتياس وبيحاول يختمه لكنه ما بيقدرش، وبيخرج زاردياس للأسف. وبيطلب ماتياس من ايريس انها توجه هجمة واحدة بس على زاردياس لما يقول لها وتنسحب بعدها. وبالفعل بتجهز ايريس نفسها وبيكون زاردياس هيهجم عليهم، فبيقول لها ماتياس تطلق الهجمة، وبالفعل بتوجه عليه هجمة نارية شديدة جدا. وبنشوف كل اهل العاصمة شايفين اللي بيحصل ومصدومين، ولكنهم مقتنعين ان الحاجز اللي على الامبراطورية هيحميهم. وبتكون هجمة ايريس بالرغم من شدتها الا انها ما صابتش زاردياس نهائيا. وبيوجه هجمة شديدة جدا على ايريس لكن بيصدها ماتياس عنها بصعوبة شديدة جدا، وبتهرب ايريس. وبيبدأوا ماتياس وزاردياس يتواجهوا، وبيتفاجئ ماتياس من قوته وبتكون أضعاف قوة أي شيطان واجهه في حياته. وبننتقل لألما ولوري وبيكونوا وصلوا عند الخزينة، لكن بيمنع الحارس دخولهم من غير إذن الإمبراطور، وبيأمر الحراس التانيين يقبضوا عليهم، فبيجهزوا ألما ولوري أسلحتهم عشان يواجهوهم. لكن بيوصل الإمبراطور وبيفهم منهم إنهم فعلا في وضع خطر ومحتاجين لسلاح ماتياس، فبيأمر الإمبراطور بفتح الخزينة فورا وبيقول لهم ياخدوا كل اللي هم محتاجينه. وعند ماتياس بيكون لسه مستمر في صد هجوم زاردياس، لكنه فجأة بيقدر يصيبه وبيقع ماتياس، وبتلحقه ايريس على اخر لحظة. وفي الخزنة بيوصلوا اخيرا للسيف عن طريق الاحجار السحرية اللي سابها لهم ماتياس، وبياخدوه وبيجروا بيه بسرعة عشان يلحقوا ماتياس. لكنهم بيتصدموا بوجود شيطان وبيطالبهم بالسيف، وما بيبقوش فاهمين ازاي اصلا قدر يخترق الحاجز. ولكن في الحقيقة هم الشيطانين اللي قتلوهم قبل الحاجز، ودلوقتي زاردياس متحكم في أجسامهم وبيقدروا يدمروا واحد منهم، لكن بيظهر التاني وبيهددهم بقتل زملائهم، وما بيكونوش لوري وألما عارفين يتصرفوا ازاي. وعند ماتياس بيحس بوجود الشياطين فبيفهم خدعة زاردياس، وبتستمر مواجهته الصعبة قصاده. وعند لوري وألما بيطلبوا من زمايلهم ما يهتموش لتهديد الشيطان ويكملوا طريقهم، لكنهم ما بيبقوش قادرين يتخلوا عنهم. وعند ماتياس بيكون خلاص مش قادر على القتال ومستني وصول السيف بفارغ الصبر، لكنه بيفتكر فريقه وهم بيشجعوه واثقين فيه، فبيستجمع قوته وبيكمل مواجهة بكل شجاعة. وبنرجع للوري وألما وبيكونوا خلاص للأسف ما قدامهمش حل تاني غير تسليم السيف. واول ما بيسيبوه على الارض بيتفاجئوا بوصول باقي زمايلهم مع المدير ادوارد، وبيوجهوا سهام تجاه الشيطان، فبيتعاونوا كلهم وبيقدروا يحرروا زمايلهم وبيضعفوا من قوة الشيطان جدا وبيسيطروا عليه. وبياخدوا ألما ولوري السيف وبيجروا بكل سرعتهم عشان يلحقوا ماتياس. وبيكون ماتياس لسه مستمر في صد الهجمات، وبتحاول ايريس تدخل وتوجه هجمة على زاردياس، لكنه بيخبطها خبطة شديدة بيوقعها وبيحولها لطبيعتها البشرية. وبيوصلوا ألما ولوري وبتحدف لوري السيف بكل قوة لماتياس، وبالفعل بيمسكوا، لكنهم بيتصدموا في نفس اللحظة بسيف زاردياس صاب ماتياس إصابة مميتة. وبيكون ماتياس خلاص هيقع، وما بتصدقش لوري اللي شايفاه وبتنهار وهي بتصرخ باسمه. وفجأة بتحصل هالة ضخمة حواليه وبيترفع ماتياس تاني مع صرختها وبيتصدم زاردياس. وبيظهر ماتياس بكامل قوته لكنه محاط بهالة سحرية قوية، وبنعرف انه تم انقاذه بفضل السيف. وبتدور ما بينهم معركة شديدة جدا، وبيلاحظ زاردياس ان قوة ماتياس اتضاعفت وبقى هجومه شديد، وبتستمر ما بينهم مواجهة عنيفة جدا. ولكن فجأة وبضربة واحدة بيوجه لزاردياس الضربة القاضية وبالفعل بيدمره. ولكن قبل اختفائه بشكل كامل بيقوله ان الشيطان اللي هيجي بعده هيكون اشد قوة منه، وبيتبخر زاردياس بعدها تماما.
وبتختفي الهالة السحرية بتاعت السيف، وبيرجع ماتياس لطبيعته وبيكون مرهق جدا، وبتجري عليه لوري وبتفرح جدا انه بخير وانه اخيرا انتصر. لكن فجأة بيرجع جرح ماتياس اللي سببه زاردياس ينزف بشدة، وبيسيطر عليه ماتياس بتعويذة الشفاء، وبيروح لهم المدير ادوارد وباقي زمايلهم وبيهنوه على انتصاره العظيم. وبنشوفهم بعدها كلهم عند الامبراطور وبيهنيهم على نجاحهم الساحق، وبيقول لهم يطلبوا كل اللي بيتمنوه. فبتطلب ألما بتلقائية الكنوز الكتير، وكمان انهم يستكشفوا خزنة الأسلحة الإمبراطورية لأنهم ملحقوش يستكشفوا آخر مرة، وبيوافق الإمبراطور. وبنشوفهم بالفعل بيستكشفوا الخزينة، وفجأة بيتصدموا بسهم في راس ايريس لكنها ما بتاخدش بالها. فبيشيلوا ماتياس وبيقول لهم انه مصنوع من نوع نادر من الاحجار وهيكون ممتاز بالنسبه لألما. وبيكون ماتياس هو اللي صنعه في حياته السابقه، لكنه بيكون صنع معاه كمان القوس بتاعه. وبيسأل مسؤول الخزينه لو ان السهم وصل معاه قوس، فبيجاوبوا انه بالفعل كان، لكنه كان مصدي فقالوا انه ملهوش لازمه وحولوه لشركه المعدات المستهلكه. فبيقرر ماتياس انهم لازم يلاقوه، وبالفعل بنشوفهم وصلوا للشركه وبيسألوا مسؤولها عن القوس، وبيحاول ماتياس يوصف له شكله، فبيقول لهم انه موجود بالفعل على الرف. فبيفرحوا جدا وبيروحوا معاه علشان يشوفوه، لكنهم بيتصدموا انه تحول لمجرد مكعب معدني، وبيفهموا ان تم اذابته خلاص، وبتكون ألما هتفقد اعصابها. لكن بيقول ماتياس للمسؤول انه هيشتري كل القطع على الرفوف، فبيرحب جدا، وبيشتروا بعدها مجموعة احجار نادرة تانية. واول ما بيخرجوا من باب الشركة بيتفاجئوا بالمدير ادوارد، وكان بيدور عليهم وبيقول لهم ان في حالة طارئة. وبيروحوا للقصر وبيوري لهم دمية خشبية على هيئة إنسان، وكانت بتهاجم المدنيين في العاصمة. فبيستخدم ماتياس سحره عليها، وبيقدر يفهم إنها كانت بتتحرك عن طريق تحكم شيطان فيها، وإن للأسف في من نفس الدمية أكتر من واحدة. فبيطلب منه قائد الفرسان مساعدتهم، فبيوافق ماتياس بدون أي تردد. وبينتهي الأنمي بماتياس مع لوري وألما وآيريس، وهم بيبدأوا رحلتهم الجديدة لهزيمة مجموعة من الشياطين هزيمة ساحقة.